إنها واحدة من أهم المدن الإسلامية قبل العصر العثماني، مدينة جزائرية تأثرت بالحضارة الأندلسية العظيمة وتمتعت بمقومات ضخمة جعلت منها حاضرة المغرب الأوسط، فلم تمر دولة من الدويلات التي تأسست بالمغرب الأوسط دون أن يكون لتلك المدينة دور في ازدهار هذه الدولة، لتبقى تلك المدينة في مواجهة العديد من الأخطار التي أحاطت بها حتى نجح العثمانيون في إسقاطها وضمها إلى إمبراطوريتهم. إنها مدينة تلمسان. تابعونا للنهاية. متى وطئت قدم الإنسان مدينة تلمسان لأول مرة؟ هذا السؤال حير المؤرخين، واختلفت آراؤهم في تحديد الفترة الأولى التي أهلت فيها تلمسان بالسكان، فهناك من يقول أن إنسان ما قبل التاريخ قد يكون عمر المنطقة، واستدلوا على ذلك ببقايا الآثار التي تم العثور عليها والتي تعود لما قبل التاريخ، وهناك من قال أن النبي سليمان عليه السلام نزل بها شهرا، كما أن هناك رأي آخر يقول بأن الخضر وهو الرجل الصالح الشهير في قصة النبي موسى عليه السلام أقام فيها جداره الشهير، لكن ابن خلدون قلل من تلك الرواية. كانت أول المسميات التي أطلقت على مدينة تلمسان التي تقع في شمال غرب الجزائر هو اسم أكادير الذي يعود لأصل فينيقي قبل أن يدخل إلى اللغة الأمازيغية ويعني الينبوع الجاف، وقال بعضهم إنها مشتقة من كلمة الجدار العربية، وهي إشارة إلى الجدار الذي ورد في قصة النبي موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف. أسس الفينيقيون مدينة شمال تلمسان سموها بمدينة رشغون، ثم احتل الرومان الجزائر حيث بنوا مستعمرة عسكرية بتلمسان عام 222 للميلاد، وتحولت تلك المستعمرة إلى مدينة تحمل اسم بوماريا، حيث احتلت أهمية كبيرة لدى الرومان بسبب موقعها الاستراتيجي، كما أن بوماريا كانت ملتقى طرق تجارية مهمة بين مدينة كارتاجينا التي تقع في إسبانيا وطوبنا التي تقع في الشرق الجزائري، حيث بنوا بها قناة لحمل الماء العذب يطلق عليها اليوم ساقية النصارى. بعد الفتح الإسلامي لتلمسان صارت تلمسان مركزا إداريا هاما للمسلمين، وقد أكد القائد طارق بن زياد فاتح الأندلس على مركزية المدينة عندما اتخذها قاعدة خلفية للمسلمين. وبعدما دخلت تلمسان تحت سيطرة الأدارسة في المغرب الأقصى أصبحت تمثل الحد الفاصل بينهم وبين الأغالبة ولاة العباسيين في المنطقة، وقد شهدت تلمسان بعد انهيار دولة الأدارسة صراعا عباسيا فاطميا عليها استمر أكثر من قرن حتى دخلت المدينة تحت السيطرة المرابطية، حيث ظلت مركزا مهما بالنسبة لهم. وقد قام يوسف بن تشافين بإعادة بناء المدينة من جديد لتكون معسكرا لجيشه ودعمها بسرايا القصر القديم وحمام الصباغين وأحياء جديدة وأسوار وأبواب على شاكلة باب القرمادين. كما تحولت مدينة تلمسان إلى قطب جامع لعلماء الصوفية ومنارة علمية تحط بها رحال العلماء للقيام بالمناظرات العلمية، حتى صار المؤرخون يطلقون عليها لقب العاصمة الثانية للمرابطين بعد مراكش. وكانت تلمسان تعرف في عصر المرابطين باسم تاغرارت، والذي يعني في اللغة الأمازيغية معسكر، ثم جاء الموحدون الذين أسقطوا دولة المرابطين لتفقد تلمسان جزءا من مكانتها لفترة من الوقت بعد أن دمر عبد المؤمن بن علي أسوار المدينة عام 1145 للميلاد. لكن ما لبث أن استعادت تلمسان مكانتها، فقد استثمر الموحدون في المدينة بسخاء، فشيدوا القلاع وبنوا المنازل الكبيرة والقصور، الأمر الذي أسهم في تطور مدينة تلمسان. ها هي ذي دولة صاعدة توشك على الإمساك بزمام الأمور في تلمسان والاستقلال بها عن دولة الموحدين. إنهم بنو عبد الواد أو بنو زيان، فكيف ستؤول الأمور في تلمسان يا ترى؟ يرجع أصل بني زيان إلى قبيلة زناتا، وهي إحدى أكبر القبائل العرقية ذات الأصول الأمازيغية التي سكنت في بلاد المغرب. وكان بنو زيان يتنقلون في الصحراء الكبرى خلف الماء والكلأ والمراعي حتى استقر بهم المقام في تلمسان، ووصلوا إلى حكم الجزائر من قبل الموحدين. وبين عامي 1229 و 1235 للميلاد شهدت تلمسان أحداث عنف وفوضى قادها شيوخ مدينة تلمسان، فحاول والي المنطقة أبو سعيد عثمان القضاء على وجود بني زيان والتخلص منهم وإلقاء القبض على مشايخهم بعد أن اتسعت رقعة حكمهم في المنطقة.
استغل بنو زيان حالة التخبط والصراع على الحكم في إقليم تلمسان ورغبة الموحدين في تصفية كبار القبيلة لإضعاف قوتها وإخضاعها لدولتهم في الصعود إلى الحكم والإمساك بزمام الأمور في المنطقة عام 1235 للميلاد. كان أول حكام الزيانيين هو يغمراس بن زيان الذي وصل إلى سدة الحكم على إقليم تلمسان بعد أن كتب إليه الخليفة الموحدي عبد الواحد الرشيد بن المأمون بالعهد بتولي الحكم على ولاية المغرب الأوسط وعاصمتها تلمسان. وبعد فترة وجيزة من بداية حكمه استغل يغمراس تراجع الدولة الموحدية وتداعي حكمها لتوسيع حدوده على حساب أقاليمها، ثم ألغى سلطة الموحدين على تلمسان واستقل بها مع إبقائه على الدعاء والخطبة للخليفة الموحدي وذكر اسمه في سكة، واستمر عهده حتى عام 1282 للميلاد، مما مكنه من توطيد ملكه وتأسيس نظم دولة جديدة بالمغرب الأوسط. لم يكن حكم تلمسان سهلا أبدا، فموقع المدينة وسط الدولة الحفصية بتونس والدولة المارينية بالمغرب جعلها تعيش فترات صعبة، خاصة مع بداية حكمها وبسط سلطانها على المغرب الأوسط. فقد شهدت تلك الفترة حروبا عدة بين الزيانيين والحفصيين والمارينيين. يمكن القول أن النزاع كان سيد الموقف في العلاقات بين هذه الدول الثلاثة في الغرب الإسلامي، فكلما سنحت الفرصة لإحدى الدول استغلتها بهدف القضاء على الدولة الخصم، وكانت مدينة تلمسان أكثر المتضررين، خصوصا من الحصار الذي فرضه السلطان يوسف بن يعقوب الماريني على مدينة تلمسان طيلة 8 سنوات، وهو الحصار الذي أجبر سكان تلمسان على أكل القطط والكلاب وأجساد الموتى. كما أنه بسبب العداء المفرط بين الدولتين الزيانية والمارينية أضحت مدينة تلمسان قبلة للهاربين عن طاعة السلطان الماريني، ثم هزم الزيانيون الحفصيين عام 1328 للميلاد ليزول خطر تلك الدولة. بعد أن أحكم الزيانيون سيطرتهم على تلمسان أعلنوها عاصمة للدولة وبدأوا في الاهتمام بتطويرها، فاهتمت الدولة بترقية الزراعة واتباع طرق علمية في هذا المجال، من ذلك استخراج المياه الجوفية وإقامة السدود وحفر القنوات والجداول للري، كما اعتنوا بتنويع المنتجات الزراعية والإكثار من البساتين والحدائق حول المدن ووسطها. وإلى جانب الزراعة فقد نشطت الصناعة وانتشرت صناعة النسيج على اختلافه والسجاد والزرابي التي اشتهرت بها تلمسان والأوراس، وصناعة الأحذية والأثاث الرفيع وصناعة التطريز والأسلحة، وقد توفرت لها اليد العاملة الماهرة التي هاجرت من الأندلس وبعض عواصم المشرق العربي. وقد أولى الزيانيون صناعة السفن التجارية والحربية عناية خاصة، حتى إن الحكومة كانت تنفق عليها من مالها الخاص. كما ازدهرت صناعة الأدوية التي تدل على مدى تقدم الكيمياء والطب وغيرها من الصناعات الأخرى. كما ازدهرت التجارة في المنطقة في عهد الزيانيين، حيث نظم الزيانيون تجارتهم مع دول شمال البحر الأبيض المتوسط ومع دول جنوب الصحراء في القارة الأفريقية وجارتيها تونس والمغرب الأقصى. كذلك شهدت مدينة تلمسان خلال حكم بني زيان حركة عمرانية ومعمارية وفنية واسعة بما احتوته من تقنيات وأساليب في الفنون التطبيقية على المباني المعمارية، وخاصة الدينية من خلال الموروث الفني سواء المشرقي أو الأندلسي. هذا الازدهار الاقتصادي والزراعي والتجاري أحيا النشاط العلمي والفكري في البلاد، فقد انتشرت الثقافة والعلوم ونبغ كثير من الفقهاء والأدباء والمؤرخين، وصارت الدولة الزيانية ملتقى طلاب العلم من مختلف الأقطار. استمر حكم بني زيان أكثر من 300 عام، ثم انهارت بفعل العديد من العوامل، منها النزاع الداخلي بين أبناء الأسرة الحاكمة من أجل الوصول إلى الحكم، إلى جانب الحروب والصراعات الخارجية التي أضعفت الدولة وخلخلت بنيتها القائمة عليها. أضف إلى ذلك ظهور دويلات على الساحل انفصلت عن قلب الدولة في تلمسان، ثم كان مجيء الغزو الصليبي الإسباني واحتلالهم بجاية عام 1504 للميلاد، ثم استيلائهم على وهران، ثم سعيهم للاستيلاء على الجزائر. وعاشت هذه المدينة تحت تهديد المدافع الإسبانية، وعجز بنو زيان عن التصدي لهم.
وأمام الخطر الإسباني المتصاعد واحتلالهم معظم السواحل الجزائرية، استنجد أعيان مدينة الجزائر بالأخوين عروج وخير الدين بربروس لطرد الإسبان، فقابل الأخوان طلب أهالي الجزائر وتمكنوا من تحرير سواحل مدينة الجزائر. وبطلب من خير الدين بربروس توجه أهالي مدينة الجزائر مجددا برسالة ثانية كانت هذه المرة إلى السلطان العثماني سليم الأول، يطلبون فيه قبول انضمام الجزائر إلى لواء الدولة العثمانية بتعيين بربروس حاكما لتصبح مدينة الجزائر عاصمة للحكم العثماني. واستمرت محاولة العثمانيين في ضم تلمسان إلى أن سقطت الدولة الزيانية عام 1554 للميلاد. رأى حكام الجزائر العثمانيون أن تلمسان مشكلة معقدة، حتى إن عروج كان يرى أن هذه المدينة هي مصدر جميع الفتن، وهكذا اختاروا مدينة الجزائر لتصبح عاصمة للحكم العثماني. نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.